ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد وروتين جديد، وده اول فيديو في السنة الجديدة. يا رب تبقى سنة خير وفرح وامل وتفاؤل للأمة الإسلامية كلها. اللي ملحقش يحقق حاجة في السنة القديمة او في السنين اللي فاتت يحققها في السنين الجاية. يا رب تبقى سنة امل وسعادة لينا كلنا. اول حاجه كده، لو اول مره بتشوفوا قناتي وعجبتكم قناتي اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصل لكم اشعار بيه. وكمان لو الفيديو بتاعي عجبك اعملي له لايك. ويلا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه زي ما شفتوا معايا كده في بدايه الفيديو غيرت النتيجه هنتكلم عليها دلوقتي عشان في ناس كتير سالوني عليها. بس تعالوا نشوف طقم السرير الجديد اللي موجود معانا. طقم السرير دوت انا عاملاه جديد. بصوا بقى شكله حلو جدا ومبهج جدا. هنفرشه مع بعض دلوقتي ونشوفه. اول حاجه ابتديت بيها كده، ابتديت ان انا اشيل الفرش القديم بتاع السراير. وطبعا باخده على طول بغسله، ما بركنهوش يعني، بشيله كده على الغسالة على طول. هنا بقى كنت بوريكم شكل الملايات القديمة. الاستك بتاعها من الاربع اتجاهات بس، لكن الملاية ديت الاستك داير ما يدور حوالين الملاية كلها، اللي هو الاستك العريض. فطبعا انا في ناس بتشكر في اللي هو الاربع اتجاهات، وفي ناس بتشكر في اللي هو الاستك الكامل. فقلت لا، انا لازم أنا اجرب واشوف. فانا جربته. هو حساه ان هو رخم في حاجه واحده بس، ان انت مش هتعرفي تطبقي المرايه تطبيقه حلوه، لان المرايه بتبقى شبه لفه في بعضها كده. لكن الاتنين واحد، مفيش فرق كتير. هي نقطه بس التطبيق ديت هي اللي بتبقى نقطه رخمه، مش هتعرفي تطبقي المرايه تطبيقه حلوه. شفتوا معايا بقى كيس الخداديه عاملاه الظهر بتاعه ازرق، يعني ينفع استخدمه كده لو عايزه استخدمه ازرق، والوش بتاعه بلون الملايه. طبعا الملاية ديت ينفع معاها مخدات بقى اخضر احمر بينك، اللون اللي هو الاصفر برضو. ينفع معاها الوان كتيرة. فانا بحب اصلا الالوان اللي بتبقى كتيرة كده، بحب انا اصلا الالوان دي. فشكلها بصوا عجبني جدا. في واحدة برضو تانية جديدة هنشوفها مع بعض في الفيديوهات الجاية. خلصت اول سرير كده وفرشت عليه بقى الحافظة بتاعت السرير. وجيت اعمل بقى السرير التاني. طبعا بنفض شباك السرير كده، ولو شباك السرير عايز يتلمع بالملمع بتاع الخشب بلمعه، مش عايز خلاص. لان انا على طول زي ما بقول لكم كده ايدي في الاوضه دي ما بسيبهاش، عشان برضو لونها ابيض، والعيال ايديهم لو بصمت في اي حاجه من الاوضه بتعلم. فانا على طول ماشيه بلمع وراهم يعني. المهم بقى جيت فرشتها هنا اهوت بطريقه اوضح شويه. انتي بتثبتي طرف الملايه من ناحيه وتيجي تظبطيه من الناحيه التانية، وبس كده بتتفرش معاكي بكل سهوله. تعتبر الملايات اللي باستك دي انسب ملايات لسراير الاطفال. اوعي اوعي تغلطي وتجيبي ملايات عاديه. الملايه مش هتقعد على السرير ساعه واحده، لكن ديت العيال بيتنططوا بيلعبوا، بصوا ما بيجرالهاش اي حاجه. فطبعا عملية جدا مع سراير الأطفال. ده غير ان شكلها اصلا كده شيك، وبيخلي منظر السرير كله يبقى شيك وباين ان هو مترتب وشكله حلو. بعد بقى ما فرشت الملاية ابتديت ان انا البس اكياس المخدة. وطبعا اللي بيسألوا ازاي الملاية يبقى شكلها حلو على السرير حتى لو هي مش جديدة، المفروض ان انت لما بتغسليها الملاية بتتكوي وبتتطبق وبتتعين مكوية. هتيجي تفرشيها تاني على السرير هتلاقيها بالمنظر ده وبالجمال ده. طبعا انا مصوره معاكم فيديو تطبيق الملايه وكويها بطريقه سهله، هسيبه لكم في صندوق الوصف وشوفوه هيعجبكم جدا. خلصت بقى كده وفرشت الدفايه بتاعت السرير، وبكده السراير تكون خلصت. وبصوا اهم حاجه اصلا في الاوضه السراير، يعني لو اول ما تقومي من النوم كده ترتبي السراير حتى لو ما فيش روتين، هتلاقي الاوضه بقى شكلها نظيف ومرتب. ابتديت المع بقى كده الازاز بالملمع بتاع الازاز، وكمان هلمع الكومودينو. بصوا المساحه ديت هايله وممتازه في تلميع الازاز او الرخام او اي حاجه، بجد فظيعه. بتنضف معاكي الازاز على طول. لو في اي زيادات بقى بتعمليها بجورنال. استخدمت بقى الملمع بتاع الخشب وابتديت ان انا المع الكومودينو بالشكل ده، لمعه بقى كله. بصوا البريدج ده بيخلي بجد الخشب بيبقى بيلمع كده. بس طبعا لما تنضفوا يكون الصبح بدري، وتكونوا هتسيبوا الاوضه تتهوى عشان ريحته يعني بحسها عامله كده شبه البريسول. خلصت بقى وفرشت المفرش وحطيت الديكور بتاع الزرع. وتعالوا بقى نشوف الستاره. بصوا انا عامله الستاره ديت ان هي تتدكك كده في الماسوره من غير حلقات ومن غير اي حاجه، بجد طريقتها سهله جدا في الفك وفي التركيب. وتوفر علينا بقى وقت ان احنا نقعد نركب في حلقات ونفك في حلقات. بتبتدي تمسكي طرف الستاره وتثبتيه كده في الماسوره وتدككيها بالشكل ده.
عملت اول جزء من الستاره وهعمل الجزء التاني، شايفين؟ بمنتهى السهوله، وبجد بيبقى شكلها شيك جدا، احلى من الستاير اللي بتبقى بالحلقات. الستاره البيضه برضو نفس النظام، بتتدكك كده في الماسوره. بجد بصوا الستاير تفكيها وتركبيها بكل سهوله. هركب بقى كده الجزء التاني، وتعالوا نعلقها مع بعض ونشوف شكلها بعد ما الستاره ما اتركبت. بجد شكلها بصوا تحفه جدا. اللي بيسألوا بقى انا جايبه الستاره ديت منين، الستاره ديت انا جايباها من الوكاله. كل التفاصيل بتاعه الستاره هسيب لكم الفيديو بتاعها في صندوق الوصف برضو. يبقى كده هنسيب الفيديو بتاع تطبيق الملايات وكويها، والفيديو بتاع الستاره. شايفين بقى الستاره البيضه شكلها وهي متركبه، وبرضو الستاره التانية ده شكلها بعد ما اتركبت. شكلها بصوا شيك جدا. اتخرت بقى السرير شوية كده عشان اظبط شكل الستارة، وطبعا ممكن تسيبيها مقفولة بالشكل دوت، وممكن برضو تلميها كده وتربطيها من النص، بيبقى شكلها احلى، وبجد بتبقى اشيك من الشكل الاولاني. الجزء اللي انا بربطه في الستارة دوت انا واخداه من الستارة حتة كده قصاها وبربط بيها الستارة من نفس لون الستارة يعني. وطبعا ممكن تتلم كده بجنب، يعني تاخد شكل كده بيضاوي وتتلم من الجنب في الجزء اللي انا حطاله للستاره دوت. ساعات بلمها من الجنب وبعلقها كده، يعني ليها شكلين او 3 اشكال مش شكل واحد. شايفين بقى شكلها تحفه. تعالوا بقى كده نروق المكتبه مع بعض ونلمعها. النتيجة اللي في اول الفيديو اللي موجودة معايا، بصوا النتيجة ديت ثابتة معاكي كل السنين ما بتتغيرش. انتي بتغيري كل شهر، يعني مكتوب اسماء الشهور، ديسمبر، يناير، فبراير، اي شهر بيجي بتقومي مغيرة، تحطي الاسم بتاع الشهر في بداية النتيجة، والارقام كل يوم بتغيريها. 1/1، 2/1، 3/1، 13. لما بنيجي للرقم اللي هو 13 و26 بيبقى 13 يناير، 26 يناير. لكن الأرقام اللي أقل من 10 مثلا هتبقى 1/1، 2/1، 3/1، هكذا. ده النتيجة. طبعا في منها أشكال تانية كتيرة، وفي برضو بتبقى مختلفة شوية، اللي هو مثلا كل الأيام موجودة. يعني ديت شهر واحد بيبقى من رقم 1 لحد 10 بس، تقولي 1/1، 2/1، 3/1. لكن لما بتدخلي الرقمين اللي هو 11 و12 بيبقى 11 يناير. هتشوفوها معايا بعد كده في الفيديوهات. ففي منها اشكال كتيرة. اقل سعر 200 جنيه، واغلى حاجة كانت ب350، يعني سعرها من 200 ل350 على حسب الشكل اللي انتي تختاريه. طبعا بالنسبة لحاجة هتفضل ثابتة معاكي مش هتتغير، سعرها مش غالي خالص. انتي بتشتري النتيجة مرة واحدة مش هتغيريها تاني. ده غير ان شكلها اصلا تحسوها شكل ديكوري كده، شكلها شيك جدا وبيدي ديكور ولمسة جمالية كده للمكان. شايفين اهوت 1/1 ومكتوب تحت ايه؟ يناير. كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، وانتظروني في فيديو تاني جديد.